انا نازله دلوقتي والصيف خلاص دخل علينا والجو بجد مش احسن حاجه. انتوا عارفين المشكله في ايه؟ ان الجو عامل كده ولسه هيحرر اكتر. النهارده يومي طويل فقررت ان انا اجرب السان سكرين بتاع ميلا تايم خلال اليوم واشوف درجه حمايتهم عشان اقرر ايه اللي هستخدمه واستمر عليه خلال الصيف. هحط اللي لونه اورنج ده الاول وانا نازله وهري ابلاي باللي لونه موف، لان الموف شفاف فهيبقى الري ابلاي بتاعه سهل. اما ده لونه كده ابيض بس مش عارفه بقى هيسيب وايت كاست ولا لا، ده اللي احنا هنشوفه. لا على فكره مش بيسيب اي وايت كاست. بصوا ما سابش اي وايت كاست، ما سابش اي طبقه بيضه، وفي نفس الوقت ادى لمعه خفيفه قوي. وانا نازله هاخد معايا ميلا تايم الموف لان هو شفاف وممكن يتحط فوق الميك اب عادي. يلا بينا تعالوا معايا. بعد ما نزلت وفي نص اليوم عملت ري ابلاي للسان سكرين، وبجد الجو كان حر قوي والشمس فظيعه. واكتر حاجه بتضايقني اني لما اعمل ري ابلاي للسان سكرين بضطر اني اعمل ري ابلاي برضو للبلاشر لانه بيتمسح. بس لما حطيت الميلا تايم الموف المفاجأة انه ما اتمسحش، ودي حاجة عجبتني جدا. اما السان سكرين الاورنج فهو برضو حلو قوي وخفيف، فحسيت انه هيكون مناسب اكتر للبشرة الجافة وهيبقى تحفة معايا في الشتاء او بالليل. وطبعا ما ننساش شتاء صيف احنا بنحط سان سكرين. بجد الاتنين حلوين قوي وتحفة وخفافة للبشرة.